سلطان يزيدي. كل مرة ما نحكي عن الإسلام يجي واحد مسلم يقول بأنه الإسلام دين الرحمة ودين التسامح ودين المحبة. يا سلام يا سلام على هالدين المحبة والتسامح والسلام ودين ما بعرف إيش. شو قدم الإسلام للدنيا؟ شو عمل الإسلام للدنيا؟ شو استفاد الدنيا من الإسلام؟ بقرن 21 باسم نبيكم وباسم دينكم وباسم إلهكم عم تغتصبون نساء العالم وعم تبيعوهن بأسواق النخاسة، وعم تقولون بأنه إسلام دين الرحمة. تقطعون رؤوس أطفالنا وتقطعون رؤوس رجالنا وعم تقولون بأنه إسلام دين التسامح. شو هذا الدين؟ دين التسامح؟ لا، هذا دين الكفر، دين الاغتصاب، دين الجهاد، النكاح، دين القتل والرجم والصلب وكل شيء اللي مو مليح. دين الإسلام دين التسامح. عم تقولون اضحكوا على حالكم بس لا تضحكوا على العالم. الدنيا كله شاف حقيقة الإسلام ونبي الإسلام وإله الإسلام. يعني إسلام وإسلام وإسلام، صرعتونا بالإسلام. وشو قدم الإسلام للإنسانية؟ الشيعي عم بيقول السني كافر والسني عم بيقول الشيعي الكافر. من هم المسلمين الحقيقيين؟ شو هذا الإسلام الحقيقي؟ قولوا، ليش ما بتقولوا؟ هذا دينكم دين النكاح. لا تزعلوا مني ولا تهربوا من حقيقتكم. دين الإسلام دين الاغتصاب والقتل والرجم، دين لا تسامح ولا محبة ولا سلام ولا شيء فيها. كل مرة منشوف بأنه إذا الدولة إسلامية صار قوية عم بيهدد الدنيا كلها، عم بيهدد العالم كله، مثل إيران مثل باكستان. يعني نحن شو عملنا فيكم؟ حتى عملتوا إبادة فوق رأسنا وبعتوا نسواننا بأسواق النخاسة، قطعتوا رؤوس أطفالنا، قطعتوا رؤوس رجالنا. ليش ما بتروحوا تحرروا قدس؟ ليش ما بتروحوا تحرروا مسجد الأقصى؟ روحوا حرروا شيشان، روحوا حرروا كشمير. لا، ضد الأقوياء ما تقدروا تعملوا شيء، بس ضد الضعفاء عم تعملوا كل شيء فيهم. وبتجوا لعنا عم تقولوا بأنه الإسلام دين المحبة. يطز بهيك الدين، طز. ممكن تخبرينا شنو كانت الظروف اللي مريتي فيها وشلون تم اعتقالك من قبل داعش؟ أني بنت ناجية من قرية كوجو، بنت يزيدية، تعرضت للاغتصاب على يد المجرمين الوحوش الكفار دواعش اللي مع الأسف يعني ما رحموني وما شفت منهم شيء زين، يعني بس يعني الوحشية. اعتدوا عليك أكثر من شخص؟ ايه، 3 مرات تعرضت للاغتصاب وسنتين. على مدى 2 سنين؟ نعم، يوميا. كم كان عمرك؟ 16 سنة. اوكي كمل. وأخذوني من عند أمي غصب، يعني مع الأسف أخذني عراقي. يعني أول يوم؟ أول يوم توسلت بي، أقول له أني صغيرة، أني يعني عندي مستقبل بالحياة، عندي أمل بالحياة، بس مع كل شيء أفضل الموت ولا الاغتصاب. كيف جبتي جرأة انك تطلعي على التلفزيون وتحكي؟ يعني اكيد كان في كثير غيرك رح يخافوا انهم يحكوا هاي القصة، فشو اللي خلاكي تتجرأي وتطلعي وانت واضح ملامحك وباسمك وتحكي هيدي القصة للناس، للجمهور اللي عم يتفرجوا؟ أنا أريد الناس كلها تشوف وتعرف يعني أنا شنو صار بي، يعني لأن الصراحة اللي أنا مريت بيه 2 سنين، يعني حوالي 2 سنين بس اغتصاب وتعذيب، ويعني شيء ما بيتصدق. فأنا قلت أطلع وأقول خلي كل العالم تشوف يعني ايش صار بي، وأني يعني كبنت يزيدية أريد يعرفون هدول الوحوش الدواعش المجرمين ايش سووا بينا.
نسرين، انا اولا عايز اقول لك ان انا متشرف ان انا قاعد معاكي، لان انت بتدي مثال لكل مرأة عربية بان هي ازاي تقدر تواجه اي حاجة صعبة، لان المجتمع بتاعنا فيه تفاصيل صغيرة جدا بتمر بيها الست في العالم العربي وهي عايشة بعيشة هنية، وبتخاف تقولها في المجتمع، وبتفضل المشاكل دي موجودة. فمواجهة المشاكل بنقدر نحلها بالطريقة دي. ما في أي مشاعر إنسانية لأي طفل لأي أحد أبد، يعني ما يرحمون لا صغير لا كبير. وإحنا نسمع شلون يقتلون الرجال، وجبات يأخذون كل وجبة بها 40-50 رجل ويرمون عليهم يقتلون مرة واحدة. إيه يعني من 60 سنة وفوق يأخذونهم، يعني هم سووا مقبرة جماعية وموجودة قتلوهم. كيف البيع بيصير؟ اكو اسواق النخاس يسمونها للبيع. بيبيع لشخص اخر من داعش ولا بيبيعوا لناس من برا داعش يعني؟ اي واحد بس انه داعش. معلش يعني باعك بكام اول مره؟ ب5 ورقات عراقيه. 5 ورقات معناته هي $500 يعني امريكي. طب لما كنت بتتعرضي لاشياء احنا ما قادرين نتصورها، اشياء فوق طاقة الإنسان، إنك بتشوفي ناس تعرفيهم بينقتلوا، أنت بيتم عليك الاعتداء بطريقة وحشية في أعز ما تملكه المرأة، شجاعتك خلتك تستطيع إنك تهربي من واحد من اللي اشتروكي. إيش اللي أعطاك الأمل إنه ممكن تتخطي هذا الشيء، إنك ممكن في يوم من الأيام تخرجي من الوضع المأساوي الغير إنساني اللي انوضعتي فيه؟ نعم، أنا اللي انطاني الأمل يعني إنه أجي وأوصل يعني رسالتي للعالم، أخلي يعني الناس تعرف إنه أني وآلاف مثلي أخواتي ويعني جاد يتعذبون مثلي. اوكي استاذ رعد، نبي نفهم الحين مثل 6410 الباقين لحد الآن بيد داعش من يعني نساء الإيزيديات 1914 مختطفة. ممكن تقول لنا ايش بيصير في العالم عشان بيساعد السيدات الازيديات وغير الازيديات اللي بيمروا بهذه التجربه؟ الإيزيديات، وإنما هناك وسطاء بالعامية نقول مهربين يقوموا بتهريب هؤلاء الفتيات عن طريق مبالغ معينة إلى مناطق آمنة حتى تستلمهم على الحدود. يعني بفرين عملت كده؟ بفرين من هربت على بيت شخص، هذا الشخص استطاعت بفرين أن تتصل بأهلها، وأهلها استطاعوا أن يتصلون بالمهربين. بفرين شلون هربتي؟ أنت قررتي يوم من الأيام إنه خلاص أنت راح تهربين، شو اللي صار؟ في أحد ساعدك؟ في أحد طلعك؟ لا، أني يعني أحاول أهرب أنتحر، يعني أنا ما أريد العيشة وياهم، ما قدر. وكانوا كانوا بيلحقوكي قبل مثلا حاولت تنتحري؟ أي يحبسوني يضربوني وبس، يعني أذل. حاولت تنتحري كم مرة؟ مرتين. مرتين؟ أخذت حبوب وشربت سم وودوني عقل. سم كان موجود يعني هناك؟ اي يعني اشوف اي شيء، اشوف ايش قد ما اتعذب، يعني اي شيء اشوف قدامي اخذ يعني. طيب احكي لنا شوي عن حياتك هلا، يعني هلا خلصت هاي المرحلة من حياتك، هلا قادرة تعيشي، يعني قادرة شوي تحاولي تتخطي هيدا الألم اللي صار معك، ولا لسه تأثيره كثير حاضر؟ يعني حابة شوي أعرف عن حياتك هلا بعد هاي المرحلة الصعبة اللي أنت عديتي فيها. لا ويعني ما انسى والله، كل مرة يعني كل ما اتذكر، كل ما اغمض عيوني اليوم ذاك يوم الاغتصاب، ويوم اخذوا اخواني واهلي وما. استاذ رعد، طبعا انت بتشوف كل الحالات، بنات ربما يكونوا حمل من اللي بيغتصبوهم، ربما يجيكم بنات عندهم مشاكل نفسية من كثر التعذيب اللي مروا فيه، يعني قصدي إذا ممكن تحكي لنا شوية على الحالات اللي أنت بتشوفوها بمركز. أسوأ الحالات اللي لدى داعش يعني حالات حتى في قسم منها غريبة جدا. يعني احنا سمعنا عن حالة بأنه أحد الدواعش كان عنده سبية ومعاها أطفالها، ف يعني جاب لها أكل، ورا ما أكلت قال لها تعرفين هذا اللحم اللي أكلتيه هو لحم مال ابنك، يعني مال ولدها وذبحه يعني. طبعا يعني بالبداية أكو جهة عليا اللي هي المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى، هذا المجلس أصدر بيان يعاد التعامل مع الإيزيديات كأي
بنت إيزيدية عادية يعني. اللي صار هو ما كان بإرادتهم، كان غصبا عنهم. فالمجتمع الإيزيدي بكامله سواء كمنظمات مجتمع مدني تابعة لنا وسواء كرجال الدين وكمجلس روحاني، كلكم قمتوا قومة واحدة عشان تساعدوا البنات؟ يساعدهم يعني. فما عندنا مشكلة من رجعوا، حتى الكثير منهم تزوجوا يعني. طيب إذا دفرين، إذا قدرتي توصلين كلمة أو رسالة للأشخاص اللي كانوا معتقلينك، كانوا ماخذينك من داعش، شو تبين تقولي لهم الحين؟ هم وحوش، يعني أتمنى من ربي إيش ما سووا بي الله يسوي بيهم، ومن كل الدول ومن الأمم المتحدة يعني، ومن كل أي واحد يقدر يعني ياخذ حقنا، نخلص المختطفات وياخذ حقنا من هدول الناس. إن شاء الله احنا نتمنى. ربما من أصعب الفقرات اللي سويناها في برنامج كلام نوان إنه نتكلم على وحشية بنقرأ عليها كثير، لكن لما تشوف إنسان مر بهذا الشيء جدا صعب. نبغى نشكر طبعا الأستاذ طارق رعد على تواجدك معنا، ونبغى نشكر فيلبين على شجاعتك إنك جيتي وتكلمت على هذا الموضوع اللي بيمر فيه كثير من السيدات اللي بيغتصبوا يوميا من قبل دواعش في جميع الأنحاء الوطن العربي الآن. متطلب إنه السيدات اللي صار فيهم هذا الشيء ما يتنبذوا من المجتمع. فنشكر أيضا هذا التفهم من المجتمع الأزيدي، ونتمنى إنه في المجتمعات اللي بتمر بنفس الظروف إنه يحذوا حذو. أعزائي المشاهدين، نرجع لكم في تقرير ثاني وفقرة أخرى إن شاء الله.